المذيع بيسأل زيزو وبيقول له من وجهة نظرك الشخصية مين أفضل، ميسي ولا كريستيانو؟ فزيزو بيرد عليه وبيقول له بصراحة السؤال ده بيتسأل للاعيبة كتير جدا، وكل واحد بيكون ليه ميوله الخاص، لكن أنا دايما بحب أبص للموضوع من زاوية احترافية. بس فعلا ميسي وكريستيانو الاتنين دول عملوا حاجة في الكورة صعب تتكرر. ميسي عنده موهبة خارقة بيخلي الكرة كده تمشي معاه كأنها جزء من جسمه. كريستيانو برضك عنده قوة ذهنية وجسمانية غير طبيعية وطموح خيالي. المذيع بيقول له طب انت لعبت ضد مين فيهم؟ زيزو بيقول له الحقيقة كان ليا الشرف ان العب ضد كريستيانو، والماتش ده كان من اللحظات اللي مش ممكن انساها في حياتي. شفت بعيني ازاي بيفكر وازاي بيتحرك، وده علمني كتير جدا. المذيع بيكمل كلامه ويقول لزيزو يعني ميسي لسه معلمكش حاجة؟ فزيزو بيرد عليه وبيقول له ان شاء الله عندنا ماتش مع انتر ميامي، واكيد ميسي هيلعب الماتش ده، وبإذن الله انا لو شاركت في الماتش ده هحاول اتعلم منه. فالمذيع بيسأله وبيقول له يعني انت كده مش عاوز تختار واحد منهم؟ فزيزو بيقول له اختار ازاي؟ ده زي ما تكون بتسألني تحب تتنفس ولا تشرب مية. الاتنين اساسيين، ميسي وكريستيانو هم اصحاب اللعبة، وهم اللي خلوا الجيل بتاعنا يتعلم يعني احتراف، ويعني استمرارية، ويعني ايه شغف بلا حدود. فالمذيع بيقول له رد دبلوماسي، وانا كمشجع بحترم ده. طيب دلوقتي لو في طفل صغير بيسألك وبيقولك يا كابتن زيزو نفسي اكون زي كريستيانو او ميسي، ابدأ منين؟ او انت تقول له ايه؟ فزيزو رد على المذيع وقال له انا اقول للطفل بص على الاتنين وشوف كل واحد فيهم تعب قد ايه عشان يوصل. مفيش نجاح من غير تعب. ميسي كان بيتدرب من سن صغير جدا، وكريستيانو معروف انه من اللعيبة الاكثر التزاما وتضحية. فابدأ من الاجتهاد وخلي طموحك دايما كبير، وصدق انك تقدر توصل. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل الحلقات الجديدة اللي بنزلها يوميا بإذن الله. وكان معاكم الكابتن، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.